اهلا بكم في الكرة مع البوب وحلقة جديدة والمونديال العربي القطري. ما اتكلمتش كتير عن المونديال، يكاد يكون اول حلقة عن المونديال بعد 10 ايام من المونديال. هنتكلم عن خلاصة، هنتكلم عن فكرة المونديال اللي داير، هنتكلم عن فكرة المونديال الى اين يا ترى، مين الفرق المرشحة انها ممكن تكسب المونديال فعلا. انا شايف ان ناس كتيرة حضرت ماتشات ولحد الان مش عارفة تفرق يا ترى المونديال اقرب لفرقة من الفرق المتوقعة زي الارجنتين وفرنسا، ولا المونديال ممكن تبقى فيها حصان اسود وممكن يبقى فيه مفاجآت كده. بصراحة هكلمكم النهاردة عن 3 4 نقاط، بس عشان انا عارف ان الناس معظمها ما بتحبش تحضر الفيديوهات الطويلة، فهنقسم الفيديوهات لكل فيديو حدود 6 7 دقايق كده. مبدئيا النقطة الاولى انا هنتكلم فيها عن المونديال الفرق العربية واخر النتائج اللي وصلت لها الفرق العربيه. قطر تودع المونديال رسميا، المغرب ب 90% في الدور الثاني، السعوديه مصيرها بايدها مباراه المكسيك، وتونس خسارتها قصاد استراليا تقريبا تودع شبه رسميا، هتقابل فرنسا في المباراه الثالثه. أه وجهة نظر انا ما اعرفش تتفق ولا تختلف معايا، بس قبل ما تتفق وتختلف معايا اخبط اللايك والسبسكرايب لاخوك ابانوب وتعالى شوف الكلام هيبقى عليه. أه كل اللي حضر المونديال وكل اللي حضر المباريات لحد الان يتفق ان افضل فريق عربي بيلعب كرة عربية استمتعت بلعبه في معظم المباريات هو فريق السعودية، محدش يختلف على كده. فكرة ان السعودية مش عشان كسبت الارجنتين، لا، السعودية برهنت في الماتش التاني ان هي فريق تقيل، ويمكن سوء توفيق في ضياع ضربة الجزاء من الدوسري. ضربة الجزاء دي لو كانت جت في نهاية الشوط الاول ما كانش الماتش ابدا هيخلص 2-0 لبولندا. لكن الفكره ان ماتش السعوديه الماتش الاولاني، الماتش التاريخي اللي عملته السعوديه قصاد الارجنتين، تحس ان المنتخب السعودي كان ليه شكل، بس طبعا دخل فيه 4 اجوان الشوط الاول. اللي يفتكر في ماتش الارجنتين 3 اوفسايد وجون اتحسب. بس فكره التماسك اللي في ماتش الارجنتين، نرجع بقى لماتش بولندا الماتش الثاني وتلاقي المنتخب السعودي هو اللي فرض سيطرته على المباراه. بصوا بولندا ممكن تبقى ليها كورتين في العارضه وكسبت 2-0، بس لو اتكلمت عن مجمل المباراه لا، السعوديه ماسكه الماتش من اوله لاخره. غلطه من المدافع في اخر الماتش بقت 2-0، غلطه انا عاوز اقول ما كانش حصلت كان ممكن السعوديه تتعادل في نهايه الماتش. الضغط الجماهيري وعدد الجماهير اللي بتدعم السعوديه من المدرجات، لا ده عامل وضع برضه مع منتخب عنده امكانيات وقدرات، وده عكس اللي هنحكي فيه عن قطر بعد دقيقه. خلاصة الكلام، السعودية أنا من وجهة نظري أفضل منتخب عربي بيلعب كرة من غير خوف. فكرة إن كمان الجماهير بتدعمه بعدد كبير خالص يكاد يعدي 40,000 متفرج، فده رقم كبير. النقطة التانية، المنتخب السعودي منتخب عنده إمكانيات، عنده مدرب محترم. فرصة السعودية ما زالت في إيده. أنا شايف إن المكسيك مش هيبقى ماتش سهل أبدا، واللي فاكر إن السعودية ممكن تكسب المكسيك بسهولة هيبقى مش فاهم كورة. المكسيك فريق بيلعب كرة محترمة لأبعد الحدود. الارجنتين مسجله فيه في الدقيقه 70. ماتش بولندا المكسيك كانت افضل من بولندا. ماتش هيبقى صعب على الطرفين. المشكله بقى في الحوار اللي حاصل ان السعوديه تقريبا حاليا ثالث، فالتعادل لو تعادلت الارجنتين الناحيه التانية مع بولندا هيصعدوا هما الاثنين. وانا عارفين النظريات اللي من زمان اللي على العرب والدنيا دي كلها. فماتش السعوديه نتمنى ان السعوديه في الماتش ده اهم حاجه عشان السعوديه تكسب ما تبقاش داخله زي ما دخلت ماتش بولندا. انا حسيت المنتخب السعودي في ماتش بولندا، حاسس ان هو افضل من بولندا. هو فعلا كان افضل اثناء المباراه، بس الثقة الزيادة اللي دخل بها المنتخب السعودي كلفته في النهاية غلطة من المدافع بتاعه، ما كانش مركز في المباراة، وكلفته كان ممكن المنتخب السعودي يلعب على التعادل بحيث انه يوصل ماتش المكسيك لعب على التعادل برضه كان هيصعد ب5 نقاط. بس المنتخب السعودي مش مطلوب منه الاستعجال، مطلوب منه الهدوء لأبعد الدرجات، مطلوب منه الضغط في نهاية المباراة لو الأمور تأزمت، لأن ممكن تتفاجئ إن مثلا بولندا كسبانة الأرجنتين بسكور أو العكس، فالتعادل بتاعك يكفي إن أنت يصعدك. في الاول وفي الاخر ماتش نتمنى ان الاخضر السعودي يلعب زي ما هو بيلعب، يقاتل لاخر لحظه. وانا عندي احساس ان المنتخب السعودي هيكون على حساب المنتخب البولندي في الاخر. الخوف كل الخوف ان ميسي يطلع يعني، بس اعتقد ان المنتخب الارجنتيني هو اقوى من المنتخب البولندي، واعتقد ان الارجنتين هتحسم صعودها بالمركز الاول كمان.
النقطة التانية اللي هتكلم عليها هو المنتخب القطري. المنتخب القطري زي ما كان الكل بيقول، يعني قطر أعدت كل شيء إلا منتخب يشرفها في البطولة. المنتخب القطري لعب مباراة محترمة المباراة التانية عن المباراة الأولى، بس برضو المباراة الأولى كانت سهلة وكانت في المتناول إن المنتخب القطري يطلع فايز فيها. مباراة تحت الضغط، المباراة الافتتاحية، أيوة اللعيبة كانت مضغوطة وكل ما فيش اختلاف على كده، بس فكرة إنك تخسر المباراة الافتتاحية فأنت بتعمل لعيبة إضافة على اللعيبة، اللي هو أنا لازم أرجع وأعمل كامباك. لو المنتخب القطري ما كانش خسر المباراة الأولى، المنتخب القطري ما كانش هيخسر من السنغال. ولو كان خسر، فكرة إنك تلعب هولندا وأنت مرتاح غير إنك تلعب هولندا وأنت طالع من البطولة. فكرة إن هولندا مثلا تكسب الماتشين بتوعها فتيجي تلعب بقى براحتها، الموضوع يبقى ايه اللي هو انا ممكن اخد من بولندا نقطة واصعد. المنتخب القطري بصراحة من المنتخبات اللي على غير المتوقع، ولا شكل ولا ده في المباراة الأولى. المباراة التانية لعبوا شوية، لكن في الأول وفي الآخر كانت الأمور شبه محسومة للمنتخب السنغالي اللي كل ما حب يسجل كان بيسجل، ودي نقطة مهمة. مش هطول كتير على المنتخب القطري لأن الصراحة يعني هو منتخب مخيب للامال. يعني مش ده المنتخب اللي يا جدعان ده اتصرف عليه فلوس، مش عايز اقول لكم. ده لعب تصفيات امريكا الشماليه وتصفيات امريكا الجنوبيه وتصفيات اوروبا وبطل اسيا، ولعب البطوله العربيه، ده لعب كل حاجه في الدنيا ما عدا كاس العالم. يعني اللعيبه دي لعبت كل حاجه في الدنيا ما عدا كاس العالم. فالتكلفه الباهظه على المنتخب دي والمصاريف ما استحقتش ان هم يلعبوا الثلاث مباريات بالشكل ده. انا رايي المنتخب القطري لو ما كانش عامل فترات الاعداد دي كلها كان هيظهر احسن من الشكل اللي هو ظهر عليه ده. يعني هو مونديال من ناحيه التنظيم عالي، لكن من ناحيه المنتخب القطري فحدث ولا حرج، يعني عشان بس يبقى الكلام واضح. المنتخب الثالث اللي لازم اديله حقه، انا مش عايز اطول عليكم، المنتخب الثالث اللي لازم اديله حقه هو المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اتعادل في المباراه الاولى وخد كميه هجوم رهيبه من الصحف المغربيه وكمان من بعض التعليقات العربيه. احنا مشكلتنا كعرب عشان نبقى متفقين احنا ما بنحبش بعض، عشان تبقوا فاهمين بس فعلا المنتخب المغربي يخليك تقول لا، الكرة العربية فيها لعيبة عالية، فيها لعيبة تستحق ان الواحد يشجعها. المنتخب ده انا اكتر منتخب عشمان يوصل فيه لاماكن بعيدة. ليه بقى؟ في المونديال لانه المنتخب ذكي، عنده مهارات فرديه، عنده سرعه، عنده مرونه تكتيكيه. منتخب انا شايف ان هو بمواصفات منتخب اوروبي بالكامل، مش عشان حكيم زياش ولا مرابط ولا غيره، لا هو منتخب تقيل، هو منتخب تحسه عنده التقل بتاع الفرق الاوروبيه. يعني ده مثلا مش هتلاقيه في تونس. تونس تحس ان هو منتخب رايح يلعب 3 ماتشات، عارفين المنتخبات اللي هي مش رايحه تصعد. تونس اللي اتفرج عليها في ماتش استراليا، لا الفريق التونسي افضل من استراليا بمراحل على المستوى الفردي، لكن الشخصيه والهيبه بتاعت الفريق لا، مش الشخصيه اللي توصله دور تاني. على عكس المنتخب المغربي الماتش اللي لعبه قصاد كرواتيا وصيف العالم، يعني عشان دافع الجمهور هاجم، وانتوا متخيلين الجمهور المغربي عنده ثقه في فريقه واصل لفين. الماتش النهارده قصاد بلجيكا، لما مصر لعبت قصاد بلجيكا وهزمتها ما كانش من قبيل الصدفه، هو المنتخب البلجيكي فعلا منتخب ضعيف. منتخب بلجيكا هو اكتر منتخب محير بالنسبه لي على مستوى الافراد والنجوم وحدها، تحس ان هم يقلبوا الدنيا. لوكاكو، دي بروين، هازارد، لا في لعيبه كراسكو، في لعيبه ممكن تديك مباراه افضل من كده. اما على مستوى النتائج تحس انه منتخب ولا ليه اي لازمه، منتخب متفكك، تحسه بيلعب من غير مدرب كده، تحس ان مدرب المنتخب البلجيكي ده في البطيخ اصلا. المهم مش دي موضوعنا، الحمد لله المنتخب البلجيكي خسر من المنتخب المغربي. انا شايف ان المغرب افضل من بلجيكا انها تصعد الدور الثاني، منتخب عنده روح. هتلاقي مباريات، عارفين المغرب بتفكرني بمين؟ بالمنتخب الجزائري اللي كان هيطلع المانيا من كاس العالم، البطوله اللي خدتها المانيا في البرازيل. فهي فكره ان المنتخب المغربي لا منتخب تقيل تتفرج عليه وانت مستمتع. يوصل لفين المنتخب المغربي لو قابل فريق في المتوسط؟ ممكن نلاقيه في مباراة ضمن النهائي. انا حاسس ان المغرب مش اخرها دور ال 16، ممكن نلاقيها في ربع النهائي مثلا، احساس يعني انا حاسس ان المغرب ممكن نلاقيها في ربع النهائي. اخر منتخب المنتخب التونسي، طبعا تونس كتبت نعشها بايدها بالخساره من استراليا شبه. بصوا على الورق تونس ممكن تصعد لو كسبت فرنسا، لكن في الحقيقه تونس مش هتكسب فرنسا. المنتخب اللي خسر من استراليا وما حاولش قصاد استراليا غير في اخر 10 دقائق، ده منتخب لا يجرؤ ان هو يتجرأ على فرنسا ان يهزمها 90 دقيقه حتى لو سجل في الاول. دي وجهه نظري، ما اعرفش تختلف، يا رب اكون وجهه نظري غلط، بس انا حاسس ان تونس بنسبه كبيره بره المونديال.
والعرب عندهم مشكله انا ما زلت مصمم عليها، هم بيشوفوا اللعيب الاوروبي بنظره متعاليه ان هو افضل منهم. الثقه اللي في الجماعه العرب واللعيبه العرب قليله خالص بالنسبه لغيره. صلاح قال احنا لازم نثق في نفسنا، هو ده فعلا المشكله، ان احنا ما بنصدقش الحلم. يعني المنتخب التونسي مش مصدق ان هو ممكن يغلب استراليا، مع ان مفيش فرق، احنا افضل بكتير. المنتخب المغربي بس عشان عنده لعيبه بعقليات اوروبيه صدقت ان هي ممكن تغلب بلجيكا وهزمتها، خصوصا بعد هزيمه بلجيكا من مصر. لا، في جرأة على المنتخب البلجيكي، دي نقطه كمان مهمه لازم نوضحها. خلاصه، منتخبات مفيش منهم غير المغرب غالبا لحد الان ضمن الصعود، على عشان المنتخب السعودي يصعد كمان، عشان انا بحب المنتخبات اللي زي دي تصعد. احنا كعرب لازم نحب الخير لبعض، عشان بكره وبعده لما مصر تكسب الناس تحب لنا الخير، نبطل الكره ده. مش معنى، وكمان في نقطه، مش معنى ان كمان منتخب عربي يكسب ان لازم نذل باقي الجمهور العربي. الاصول ان احنا بنشجع الكره العربيه ايا كان المنتخب مين اللي بيلعب. شكرا لك على متابعه الحلقه الاولى، اخبط اللايك والسبسكرايب واستنى الجزء الثاني.